asking for tips about the man you see in these photos. And now they're offering a reward of up to $100,000 for information that leads to an arrest. قبل ما نبداو الاخوان بغيت نقول لكم باللي الا كانوا كيعجبوكم بحال هاد الفيديوهات غنولي نديرهم الا كانوا كيعجبوكم بطبيعه الحال. ودابا خلي معاك اللايك والاشتراك ويلا نبداو الفيديو ديالنا. ضروري ما غتكون طلعت لك شي تصويره ديال هاد الشخص هذا في شي ريل ولا في شي فيديو، لان الاخوان القضيه ديال هاد الشخص هي اكثر حاجه متداوله الان الاخوان في الاخبار وفي السوشيال ميديا من بعد ما تم المقتل ديالو. هاد الشخص هذا الاخوان سميتو تشارلي كريك. تشارلي كريك كان ناشط محافظ معروف في ميدان السياسة الأمريكية، وهو مذيع وعنده برامج وصاحب حضور قوي في وسائل التواصل الاجتماعي خصوصا وسط الشباب المحافظين. عمرو تلاقى مع حركة السياسة اللي كتدعم قيم المحافظة وكتقرب شباب المشهد السياسي. هاد المنصة خلاتو يكون واحد الصوت المؤثر في تيارات المحافظة. كيرك ما كانش غير ناشط عادي، كان شخصية قطبية كيوجه حدود معارضية بكلام قوي، وكيستعمل السوشيال ميديا باش يروج الافكار ديالو، واحيانا كيدير نظريات مثيره للجدل. هذا الاسلوب خلاه يكون محبوب عند البعض ويكون مكروه عند البعض، وخلاه في مركز نقاشات حاميه على قضايا مثل الهجره، الثقافه والدين في المجال العام. نهار 10 سبتمبر 2025 واثناء حدث في حرم جامعه فالي يونيفرسيتي في مدينه اورين، تشارلي كريك تعرض لاطلاق منفصل ادى الى وفاته بعد نقله للمستشفى والخضوع ديالو لعمليات الاسعاف. تحقيقات بينت أن الرصاصة جات من مكان علوي في محيط الجامعة، والسلطات اعتبرت الحادثة اغتيال سياسي لأن الضحية كانت مستهدفة بوضوح أثناء الخطاب العام. السلطات أعلنوا لاحقا عن توقيف مشتبه به، والنيابة تعمقت في التفاصيل باش تحدد الدافع والتخطيط. بحسب التقارير كانت مهاجمة من منظمة ومستهلكة بالبحث والتحري من طرف الشرطة المحلية والفيدرالية. هذا الأمر خلق موجة كبيرة من الاهتمام الإعلامي والمتابعة القضائية. لما أثار ردود فعل قوي، قادة سياسيون محافظين وبزاف ديال الناس استنكروا وقالوا بلي هذا الفعل هو نتيجة تصميم الخطاب السياسي وزيادة الاستقطاب بنفس الوقت. أصوات أخرى نادت بالتحقق من الحقائق وبالحد من التحريض من كل جهة، وحتى منصات التواصل واجهوا مشاكل كبيرة مع انتشار فيديوهات وصور المشهد الشيء اللي ولا موضوع النقاش على كيفاش الشركات خصها تتعامل مع المحتوى العنيف. هذا الحديث ماشي غير قصة حزينة عن شخص معروف، هو مؤشر خطير على انحدار مستوى العنف السياسي في بلاد كتفتخر بالديمقراطية. كيطرح أسئلة جديدة: كيفاش نحميو المتحدثين العموميين؟ كيفاش نحدوا من خطاب الكراهية والتحريض؟ وكيفاش نضمنوا العدالة والتمنع الانتقام؟ هاد الأسئلة غادي تبقى مطروحة بعد ما تمر مدة الحزن الأولية. باش نسدو هذا الفيديو هذا خصنا نقولوا لا للعنف مهما كانت القضيه السياسيه. خصنا الصوت والعقل والمنطق هو اللي يسود، وما نردوش بعنف على العنف. اذا بغيتي نقدر نجيبه بمقطع تاني فيه تحليل اعمق على تاثير هذه الواقعه على المشهد السياسي الامريكي، وعلى كيفاش المنابر الاعلاميه والمنظمات خصها تجاوب. شكرا لك على المتابعه، ما تنساش ديروا لايك وسبسكرايب، بارطاجيو الفيديو الا حسيتو مهم. خليو رايكم في كومنتير شنو اللي خاص يدار في حق القاتل وفي حق المقتول.